أوديولابي، شارك المعرفة. لا تستمع أكثر من اللازم إلى ما يقوله الزبائن. ابدأ صغيرا، فكر كبيرا، لا تقلق على أشياء كثيرة في نفس الوقت. ابدأ بالأشياء البسيطة أولا ثم تقدم إلى الأشياء الأكثر تعقيدا. الأداة الجبارة التي تساعدني دائما على اتخاذ القرارات المصيرية في حياتي هي إدراكي بأنني سأموت. ساعد وحمس الأشخاص الذين يريدون أن يفعلوا شيئا مميزا في الحياة. اجعل البساطة هي التي تحكم. لا يهمني أن أكون أغنى رجل قدر ما يهمني أن أعود للفراش في المساء وأنا أشعر أنني قمت بشيء رائع. عملك سيشغل وقتا كبيرا من يومك، وأفضل طريقة كي ترضي نفسك أن تقوم بما تعتقد أنه عمل عظيم. علم شركاتك الرؤية الخاصة بك. احتفظ بذهنية المبتدئ. التصميم لا يتعلق بالمظهر الخارجي أو الإحساس، فالتصميم طريقة عمل هذه الأشياء. افعل الأشياء التي تحب فعلها حقا. ابحث دائما عن رغباتك الحقيقية. اصنع الاختلاف والتميز. الطريقة الوحيدة لعمل أشياء عظيمة هي أن تحب ما تفعله. عمرك في هذه الدنيا محدود جدا، فلا تبدده في محاولة العيش على طريقة الآخرين. ضع قائمة بالأفكار والأشياء التي يحتاج عملها سرعة في الوقت وسرعة في اتخاذ القرار، ثم اقفز فورا من النافذة لتعملها وتبدأ بها. إذا لم تكن تحب منافسيك، تعلم كيف تحبهم وتثني عليهم وتستفيد منهم. انتقد أعداءك بشكل راق وصريح ولكن بأمانة. في بعض الأحيان الخطوة الأولى هي الخطوة الأصعب. تقدم واخطوها فقط، وليكن لديك الشجاعة الكافية لأن تتبع إحساسك وحاساتك السادسة. الناس تحكم عليك من خلال أدائك، لذلك ركز على مخرجاتك. اجعل الجودة والإتقان هي مقاييس أعمالك، ولا تنظر إلى الكم ولكن إلى الكيف. الابتكار هو قول لا لألف شيء وشيء. شاهد أيضا. حمل هذا المقال الصوتي مجانا عبر موقعنا. تفضل بالاشتراك في قناتي أوديولابي ومجلة الأفضل.